عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض طريقة الجبنة البيضاء، وفي ناس بتسميها الجبنة بخيرها وفي ناس بتسميها الجبنة الضاني، بس هي يعني التسمية الشائعة ليها هي الجبنة البيضاء او الجبنة بخيرها. فبإذن الله هنبدأ مع بعض. هي جبنة طعمها جميل جدا لانها كل خير اللبن فيه زي ما هو، فبتبقى الجبنة كمان دسمة وبتبقى طعمها جميل. هنبدأ مع بعض بسم الله ونقول المقادير كده. انا هنا النهاردة هعمل كيلو لبن. كيلو لبن بتجيبيه وتدفيه شوية على النار لحد ما تحسي ان هو بدأ يسخن، مش بتغليه. يعني كيلو لبن بتجيبيه على طول بتدفيه شوية، بتدفيه او بين السخون. ان شاء الله كده هنبدأ مع بعض. دي عندنا حاجة احنا قلنا عليها اسمها المنفحة، ده بيبقى شكلها لونها اصفر كده ودي انا هستخدم منها. انا مش هحط ملح على مش هحط ملح على اللبن والمنفحة. يعني ايه اول ما اجي ابدأ، لا انا بسيب لما خلاص اطلع الجبنة هحط هوريكم بعد كده يعني ان شاء الله الخطوات. عندنا هنا اللبن اهو، اللبن دافي زي ما قلت لكم بين الدفيان والسخونة اهو. هحط ان شاء الله دي معلقة كبيرة منفحة، معلقة كبيرة نحطها كده ونقلبها. تقلبيها بقى كده شوية، حاجة بسيطة كده، وتغطي الحاجة الحلة او الحاجة اللي عندك اللي انت عملتي فيها، وبعدين تسيبيها لحد ما هتمسك مع بعض. وهتبصي تلاقي بعد كده هتبقى مقربة الزبادي كده، يعني تحس ان هي عاملة زي الزبادي. هنشوف بعد كده الخطوات مع بعض لما نيجي نحطها ونصفيها ان شاء الله. ان شاء الله انا هسيبها ان شاء الله كده، انا هسيبها حوالي ساعتين 3، ممكن تسيبيها اكتر 4 ساعات لحد ما تحسي ان مفيش ميه خلاص فيها. يعني لان انا مره عملتها سبتها ساعه فحسيت ان هي ايه لمت وكل حاجه وبقت زي الفل، بس حسيت ان بقى فيها شويه ميه. فانا هسيبها اكتر المره دي، هسيبها 3 4 ساعات وبعدين هوريكم ان شاء الله. ان شاء الله كده احنا رجعنا تاني لما الجبنة عندنا بصوا مسكت خالص كده. انا سبتها 4 ساعات، 4 ساعات او 5 ساعات كمان، وهي بعد ما حطيت لها المنفحة وكده. خلاص بقى الوقت كده انا هنقلها في المكان اللي هخليها تتصفى فيه. انا جبت هنا جردل بتاع شوكولاته وخرمته من جوه بالسكينه زي ما انتم شايفين، وحطيته على المصفى. انا عايزاه يعني تطلع كده وبعدين ابقى اقطعها عادي. فان شاء الله هاخد من شايفين كده، هاخد كده بصوا عامله زي الزبادي، وهحطها كده. هحط الكميه كلها وهسيبها تتصفى براحتها تاني خالص وتمسك في بعض اكتر. ممكن تسيبيها بقى ايه ساعتين 3 ليلة بحالها. حطيها بالحاجات بتاعتها كده كلها في التلاجة، وسيبيها لما تصفى خالص وتنزل ميتها. شايفين عاملة ازاي اهي كل الكمية هنزلها. انا ما كنتش مملحاها، انا بستنى بعد ما خلاص بتمسك كويس. هنا يا جماعة هبدأ بقى ايه اشيل الجبنة احطها قلنا في المية اللي هي اتصفت منها دي علشان نحفظها وقت طويل في التلاجة. فهعمل كده بإذن الله. ابدأ اشيل حتة، شايفين هي قطع قطع كده. انا ما كنتش مملحاها، فهبدأ اجيبها انزلها في المية تاني، وبعدين هوريكم هنعمل ايه فيها. نرش عليها مية ازاي. شايفين ما شاء الله عامله زي الزبده بالظبط، احلى من الجبنه اللي بنجيبها من السوبر ماركت دي اكتر يعني مليون مره. هحطها كلها هنا واوريكم هنعمل ايه تاني. انا خلاص نزلتها كلها هنا اهي. هبدا بقى املحها، هرش عليها حاجات بسيطه عشان ما تبقاش حادقه قوي، يعني عشان انتوا عارفين يعني ممكن معلقه صغيره معلقتين
معلقتين صغيرين ملح بس، رشات كده بسيطة، وتسيبيها كده في المية بتاعتها دي. طبعا عشان كنت عاملة كيلو مش هخليها كتير، يعني هتتاكل مش هتقعد كتير في التلاجة ان شاء الله. انما لو عاملة كمية بقى كبيرة وحابة تحفظيها، بما ان دلوقتي فصل الشتاء فاللبن بيبقى فيه دسم اكتر، فممكن تجيبي حوالي 5 كيلو 6 كيلو لبن، او حتى 10 كيلو، وتحطي عليهم نسبة المنفعة زي ما وريتك كده. يعني انا كيلو حطيت عليه يعتبر معلقة كبيرة، وممكن ال2 كيلو تحطي عليهم معلقتين. وممكن تملحي الجبنة وانتي بتقلبيها، يعني بتملحي اللبن من الاول خالص قبل ما تنزلي عليه بالمنفعة، لو مش عايزة تعملي الخطوة اللي انا عملتها دي دلوقتي، يعني اللي يريحك. وممكن تخزنيها بقى فترة طويلة. هتيجي بعد كده بعد ما مثلا عملتي كمية كبيرة حوالي 10 كيلو مثلا لبن، حطيتي عليهم، هتحطي عليهم مثلا حوالي 8 معالق منفعة، او 7 معالق، وهتحطي الملح حسب المقدار اللي انت عايزاه. وبعدين تحطيها بقى، بتسيبيها 3-4 ساعات لما بتبدأ تتجمع وهي في الحلة مكانها، بعد ما بتكوني دفيتي اللبن. وبعدين بتحطيها، ممكن تعمليها بقى على الحصيرة اللي هي اللي هم بيستخدموها في الجبنة عشان بتبقى مضلعة كده، وممكن تعملي حاجة زي اللي انا عملتها الجردل ده. بس انا قعدت اشكشكه من الجنب، وانا برضو ان شاء الله هبقى اوزن الكمية اللي طلعت وهقول لكم هو طلع قد ايه جبنة من كيلو اللبن باذن الله. هكتب لكم في صندوق الوصف، واتمنى الوصفة تعجبكم، وان انتوا تشرفوني بالاشتراك في قناتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.